السيدات والسادة الحضور، السيد رئيس جامعة الموصل الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي المحترم، السيد عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور ربيع يوسف المحترم، سيادة المطران نجيب ميخائيل راعي أبرشية الموصل وعقرة للكلدان المحترم، مع حفظ الألقاب والمقامات وشخوصكم المحترمة والقيمة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نقف اليوم في مدينة الحمدانية، مدينة الوئام والسلام. هذه هي المدينة التي جمعت في ترابها عبق التاريخ وثراء التنوع الثقافي، لنشهد معا افتتاح قسم اللغة السريانية في كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة الموصل. هذه الخطوة هي خطوة علمية وثقافية تعيد لهذا التراث العريق مكانته في فضاء المعرفة العريقة. إن اللغة السريانية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية حضارية تمتد جذورها إلى أقدم صفحات التاريخ الإنساني. إذن سادتي الأفاضل، برعاية السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور سعد رمضان الجبوري المحترم، يقيم قسم اللغة السريانية بالتعاون مع قسم الإعلام والاتصال الحكومي الندوة التعريفية الموسومة اللغة السريانية جسر الحضارة والهوية بين الماضي والمستقبل، وتحت شعار اللغة السريانية من الاندثار إلى الإحياء. يتفضل الآن على هذه المنصة رئيس جامعة الموصل الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكرام، كل حسب اسمه ومقام وصفه، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم التاريخي اللي أصرت به رئاسة جامعة الموصل أن يكون الإعلان الرسمي لافتتاح قسم اللغة السريانية هو من دار ماربولس في الحمدانية، هذه المدينة ذات الشعب العريق والأصيل، أحد مكونات الأصيلة من مكونات الشعب العراقي، الذي أهم خصائصه ومزاياه أنه يمثل فسيفساء تجمع كل المذاهب وكل القوميات وكل الأديان. كنت أتحدث قبل قليل مع سيدنا حول أهمية هذا الموضوع وأهمية أن يكون هناك تعايش سلمي ما بين كل الأديان وما بين كل الطوائف والمذاهب. مرينا بتجربة قاسية جدا كان المتضرر منها هم جميع أبناء الشعب العراقي على اختلاف مذاهبهم وأديانهم، فكان لابد أن نستفاد من هذه التجربة بأن يكون الأساس لوجودنا وتعايشنا هو هذا القبول بالرأي الآخر، التعايش مع الرأي الآخر. هذا هو البديل الوحيد أمامنا لكي نعيش حياة هانئة وسعيدة ومستقرة ونحدث تطور لأبنائنا وأحفادنا. من هذه المدينة، مدينة الموصل من محافظة نينوى، مدينة التاريخ والحضارة، إلى سهل نينوى قلبها النابض بالتنوع والجمال، نلتقي اليوم لافتتاح، ليس افتتاح قسما أكاديميا فحسب، بل لنحتفي بلحظة تاريخية تعيد للذاكرة صوتها وللتاريخ نبضه وللإنسان جذوره العميقة. إن تأسيس هذا القسم في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة الموصل هي خطوة علمية ذات بعد حضاري تعبر عن إيمان الجامعة برسالتها الإنسانية في احتضان جميع مكونات العراق الأصيل، وتجسد حقيقة إن التنوع ليس شعارا نرفعه، بل هو هوية نعيشها ونحميها. فاللغة السريانية بلهجتيها الشرقية والغربية ليست مجرد مادة
تدرس في قسم علمي، بل هي ذاكرة حية حملت على حروفها صلوات ونقشت على جدران ودونت صفحات مشرقة من تاريخ وادي الرافدين. السيدات السادة الأكارم، كم من مخطوطة سريانية نفيسة تنتظر من يقرأها، وكم من نقش أثري يحتاج إلى من يفك رموزه، وكم من تراث شفهي يوشك أن يتلاشى برحيل آخر الناطقين بهذه اللغة. طلبتنا في هذا القسم لن يكونوا مجرد طلبة دارسين، بل سيكونوا باحثين يسهمون في صون هذا الإرث الحضاري التاريخي وتحقيق نصوصه ونقوشه ومخطوطاته وترجمتها لإحياء التراث الآشوري الكلداني السرياني بأسس علمية رصينة وروح منفتحة على المستقبل. سيسهم هذا القسم في إعداد كوادر أكاديمية قادرة على تدريس اللغة السريانية وخدمتها في جميع المؤسسات التربوية والثقافية داخل محافظة نينوى، ولا سيما في مدارس سهل نينوى، لأن اللغة السريانية إرث إنساني يتجاوز الحدود والانتماءات، فإن القسم سيكون منطلقا للتعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمراكز البحثية في داخل العراق وخارجه، بوصفه جسرا حضاريا يربط الماضي بالحاضر. تؤكد جامعة الموصل دعمها لهذا القسم وحرصها على توفير بيئة أكاديمية جادة ومصادر بحثية متخصصة تتيح له النمو والتطور ليكون منبرا للعلم والتعايش والحوار الثقافي. في هذه المناسبة أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى كوادر كلية التربية الإنسانية، وإلى أبناء قضاء الحمدانية ومثقفيه، وإلى أخي وصديقي الدكتور ربيع على كل الدعم اللي احتاجناه حقيقة لافتتاح هذا القسم. كانت عملية ليست عملية بالسهلة، لأن هناك متطلبات كان يجب أن تنجز من قبل جامعة الموصل وبالذات من قبل التربية الإنسانية لكي يفتح القسم العلمي. كما هو معروف في وزارة التعليم العالي هناك بعض الضوابط والاحتياجات من موارد بشرية، من تدريسيين، من مواد ودعم لوجستي كنا بحاجة إليه. الكل ساهموا في دعم هذا القسم لكي يرى النور ويكون الافتتاح الرسمي لهذا اليوم لهذا القسم العلمي. فكل الشكر والتقدير. والحقيقة لن يكون قسما علميا، سيكون هناك خطوات لاحقة لهذا الموضوع. سيكون هناك مركز بحثي خاص باللغة السريانية، وإن شاء الله في نفس هذا اليوم من العام القادم سيكون هناك أول مؤتمر دولي للغة السريانية. سنعمل من الآن بكل كوادر القسم التي تكون موجودة. العام القادم في نفس هذا اليوم، طالما أصبح هذا هو اليوم الرسمي للإعلان عن القسم وافتتاحه، سيكون هو الموعد لإقامة المؤتمر الدولي الأول للغة السريانية، وستكون محافظة نينوى وجامعة الموصل إن شاء الله ستكون هي المرجع الأساسي لهذه اللغة، لأنها تاريخيا كانت كذلك، وإن شاء الله سنعمل أنه بالمستقبل تكون كذلك. شكرا جزيل الشكر للأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي المحترم رئيس جامعة الموصل على هذه الكلمة الطيبة. أما الآن حضورنا الكرام نستقبل على هذه المنصة الدكتور ربيع يوسف سوران عضو مجلس محافظة نينوى يلقي كلمته على مسامعنا، فليتفضل مشكورا. السيد دكتور وحيد رئيس جامعة الموصل المحترم، سيدنا جزيل الاحترام المطران نجيب الدومنيكي المحترم، الأخوة الآباء الأفاضل، الأخوة السادة والسيدات مع حفظ الألقاب والمقامات المحترمين، السادة الحضور جميعا، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل الذي هو أعتبره اليوم هو يوم مميز في تاريخ بغديدة، لما له أثر كبير جدا في نفوس خاصة المسيحيين والعامة. باليوم بالانطلاق الافتتاح لقسم اللغة
السريانية وخاصة في جامعة الموصل، هذه اللغة العريقة التي هي لغة آبائنا وأجدادنا. كما يعلم الجميع قديما من اللغات المستخدمة كانت هي اللغة السومرية والآرامية، ولكن أتت قبل آلاف السنين اللغة السريانية التي تحدث بها سيدنا يسوع المسيح له المجد. لذلك تم اعتبار هذه اللغة هي لغة المسيحيين، ولكن من هذا المنبر أقول إن هذه اللغة هي ليست فقط للمسيحيين، ولكن هي لغة للجميع الشعوب. اليوم هو يوم مميز صحيح. فيما سبق كان هنالك في تربية نينوى مراكز لتعلم اللغة السريانية، ومشكورين جدا الآباء الكهنة والكنيسة الذين كانوا يقومون على تدريب إخواننا لهذه اللغة. ولكن اليوم هي بدء البنية الصحيحة والأساس الصحيح، هو سيبدأ من جامعة الموصل لتشكيل قادة للمستقبل من أجل البناء الصحيح لهذه اللغة، ليكون نواة لانطلاقها وتعليمها في بقية المدارس التعليمية، لتكون بناء صحيح لهذه اللغة، وإطلاقها ليست فقط في محور قضاء الحمدانية أو البلدات المسيحية، ولكن على عامة محافظتنا وعلى عامة عراقنا الحبيب. منذ بداية انطلاق العمل على تأسيس وإنشاء قسم اللغة السريانية في جامعة الموصل، توالت الدعوات من جامعات في دول أجنبية، وخاصة من إسبانيا ومن ألمانيا ومن أستراليا، وكان هنالك تواصل أيضا مع الفاتيكان بخصوص افتتاح هذا القسم، لتكون هنالك توأمة مع جامعة الموصل، لتكون الخطوة الأولى لانطلاقها نحو العالم. اليوم العالم أجمع بدأ يعلم اهتمام الحكومة واهتمام كوادر التعليم بهذه اللغة العريقة والمهمة خاصة للشعب المسيحي. ختاما أحب أن أوجه شكري العميق للأخ الدكتور وحيد الذي ساندني منذ بداية، كان مساعدا إداريا في جامعة الموصل، كان له الدعم القوي عندما طرحت عليه الفكرة. والشكر موصول لدكتورة إطلال التي كانت هي الشرارة لانطلاق هذه الفكرة من خلال مناشدتها لاستحداث قسم اللغة السريانية. ممكن البعض يتساءل، ونحن خاصة في منطقة الحمدانية، لماذا تم استحداث هذا القسم في جامعة الموصل وليس مثلا في جامعة الحمدانية التي تعتبر في قريبة إلى منطقة الحمدانية، والتي تحذوها مثلا قرية كرمليس وتحذوها برطلة وباقي القرى المسيحية. كان هنالك محاولات عديدة في السابق، وكلها بكتب رسمية وموثقة، لمحاولة استحصال الموافقة لاستحداث هذا القسم في جامعة الحمدانية في الإدارة السابقة، ولكن مع الأسف كانت كل الكتب تواجه بالرفض، إلى أن جاءت المناشدة من الدكتورة إطلال، وكانت النبذة الأولى بموافقة ودعم الدكتور وحيد الذي كان له الدور البارز جدا في إكمال عملية. ولا أنسى أبدا دعم الأخ إسوان الكلداني في وزارة التعليم العالي، الذي كان له البصمة الكبرى في التحدث مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإقناعه باستحداث هذا القسم، لما له أثر مهم
في نفوس المسيحيين عامة دون ذكر أي طائفة. اليوم سيكون هذا القسم منبرا للجميع وانطلاقا حقيقيا لانطلاق اللغة السريانية ليس فقط على بلدات المسيحيين ولكن على عموم محافظتنا الحبيبة وعلى عموم عراقنا الحبيب. شكرا جزيلا للجميع الذين كانوا مؤازرين وداعمين لهذا المشروع. ومثل ما تفضل أخي وزميلي وأخي العزيز دكتور وحيد، نحن نطمح بالمستقبل بأن يكون هنالك استحداث كلية ستكون تجمع ليس فقط اللغة السريانية الشرقية والغربية ولكن ستكون شمولية أكثر، وهذه هي طموحنا للمستقبل. أما الآن سادتي الأفاضل، كلمة عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية الدكتور سعد رمضان يلقيها نيابة عنه الدكتور صالح الشيخ معاون العميد للشؤون العلمية، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءا أرحب بسيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور وحيد الإبراهيمي والسادة الحضور جميعا. يسرنا في هذا المحفل العلمي الكبير أن نحتفي اليوم بافتتاح قسم مهم هو قسم اللغة السريانية، الذي يمثل إضافة علمية وثقافية نوعية في صرح جامعتنا العريق، وخطوة مهمة نحو إحياء لغة مهمة هي من أقدم اللغات الإنسانية. إن إنشاء هذا القسم يعكس إيمان جامعتنا بضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في العراق. مرت مراحل استحداث هذا القسم بمصاعب كثيرة في أول الأمر، لكن جهود السيد رئيس الجامعة ومن كان من الآخرين الداعمين إلى هذا القسم ذللت لنا كل الصعوبات، وربما وصلنا إلى مرحلة اليأس، لكن إصرار الجامعة وإصرار السادة الداعمين لهذا المشروع جعلنا نتجاوز كل هذه المصاعب. ونحن نفخر اليوم في كلية التربية للعلوم الإنسانية أنها اختيرت من بين جامعات أخرى وكليات أخرى في الجامعة كان بالإمكان أن يفتتح فيها هذا القسم، لكن اختيار كليتنا أن تكون هي المسؤولة عن هذا القسم أضاف لنا جهدا كبيرا من المسؤولية، وجعلنا نخطو خطوات كثيرة نحو التأسيس الصحيح لهذا القسم. نعم، القسم بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى كوادر. نحن نسعى بالتعاون مع رئاسة الجامعة لتهيئة كوادر مهمة ننطلق بها نحو إنشاء ليس فقط الدراسات الأولية، إنما طموحنا أن نفتتح الدراسات العليا وأن تكون الوحيدة بالمنطقة الشمالية إن شاء الله، وهو يعني فخر لكليتنا أولا وللجامعة. نتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس الجامعة على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لإنشاء هذا القسم. لولا دعمه الذي قدمه لما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه. شكرا جزيلا للدكتور صالح الشيخ معاون عميد كلية التربية للشؤون العلمية. أما الآن أيها الأفاضل، نستقبل على هذه المنصة كلمة سيادة المطران نجيب ميخائيل راعي أبرشية الموصل وعقرة للكلدان، فليتفضل مشكورا. شمت بابا وبرونا ورحت قدشة خالها آمين، آبو وبرو روحوا حايو قاديشو العلمين. سيداتي وسادتي
صباح الخير لكم جميعا. وهي فرحة كبيرة في صباح هذا اليوم بهذه المناسبة لافتتاح القسم السرياني أن يشرفنا الأستاذ الدكتور وحيد الإبراهيمي رئيس جامعة الموصل بافتتاح وانطلاقة جديدة لهذا القسم السرياني المهم في تاريخ جامعة الموصل. وكيف لا، جامعة الموصل الرائدة في العلوم والطب والبحوث، كيف لها أن تنسى أن تعطي مكانة لهذه اللغة القديمة العريقة المؤازرة والموازية للغات الأكدية وأيضا الآرامية، انطلاقا من السومرية والأكدية وغيرها. هذه اللغات أعطت ولادة جديدة، ونحن في قلب عاصمة نينوى، عاصمة الدولة الآشورية الإمبراطورية الآشورية التي أبدعت بتاريخها. فجامعة الموصل أهنئهم، وعلى رأسهم الدكتور الإبراهيمي الذي كان له هذه المبادرة الرائعة، أكيد وبجهود كثير من السادة والسيدات، ودكتورة إطلال أكيد بشكل خاص أيضا نشكرها، ورواء أيضا، والسادة الآخرين الذين عملوا على ولادة هذا القسم. كيف لا وأن تكون هذه اللغة التي انبثقت أيضا مع شقيقتها اللغة العربية واللغة أيضا العبرية من اللغات السامية أن تعطي مكانة لمدينة نينوى، هذه العاصمة الأخيرة للدولة الآشورية، أن تبدأ صفحة جديدة متألقة في العالم. حقيقة هذه المبادرة دكتور كثير نشكركم عليها، أنت واللي ساهموا مع سيادتك، أن تأخذون هذه المبادرة واليوم الافتتاحية أن تكون في قلب سهل نينوى بغداد، هذه المدينة العريقة، وبقربها أيضا كرمليس مع تلها البربارة العريق. كلنا يعلم كم كانت الحضارة الآشورية موجودة هنا. هل لآثاري بالعالم يستطيع أن ينشر كتاب دون أن يذكر نينوى؟ كلا. هل هناك بحوث جدية في جامعة الموصل التاريخية وفي اللغات دون أن يرجع أيضا إلى منابع هذه اللغة المسمارية التي أعطت ولادة أيضا للغات أخرى؟ فكيف لا وهذه الجامعة المتألقة تأخذ مبادرات رائعة أن تعطي ولادة جديدة في مهد هذه اللغة بغداد. فتهانينا لكم سيادة رئيس الجامعة لأن قمتم بهالمبادرة، تهانينا لكم لهذا القسم الجديد. وحقيقة بعد ما تحدثنا أيضا مع الدكتور قبل بداية هذا اللقاء وهذه الافتتاحية المباركة، كيف لهذه الجامعة أن تنشر هذا النور الرائع وهذه الإبداعات اللغوية من خلال المؤتمرات المستقبلية، لكي نعطي حقيقة بعدا مهما لهذه اللغة. واللغة ليست فقط كما تفضلتم سابقا، ليست فقط لغة تواصل، ولكن هوية حقيقية تعكس هؤلاء الناس. لأن اليوم كلنا يجب أن نعمل من خلال هذه الجامعة لبعدين أساسيين: بعد نحو العمق لكي نكتشف الجذور، وبعد آخر لكي نتألق في الثمار. ماذا كانوا أجدادنا؟ ماذا فعلوا لنا؟ هل لنا هذه الإمكانية اليوم أن نتألق بثمار جيدة تخلق وتعطي مكانة للسلام والمحبة في عالمنا أم لا؟ الجامعة الحقيقية هي التي تجمع، اسم على مسمى، تجمع العلوم، تجمع الديانات، تجمع المذاهب، تجمع الأفكار المتباينة. وإن كان هناك خلاف بهذه الأفكار يجب أن تتكامل ولا تتناحر. اليوم من ثمارهم يعرفونهم، ومن ثماركم أنتم في جامعة الموصل ستكونون متألقين دوليا وعالميا كما كانت جامعة الطب
سابقا يذهب خريج الطب إلى لندن مباشرة يشتغل ويدخل عمليات. اليوم إذا ما يعملون تقييم وامتحانات وإعادة الامتحانات، اليوم لازم نعطي مكانة للجدية. فالجامعة تجمع العلوم، تجمع أبناء هذه المكونات وهذا الوطن وادي الرافدين ميسوبوتاميا الذي تألق في علوم كثيرة. كل ما تفكرون بينه، كل ما نفكر بينه نشوفه في المنحوتات السومرية والأكدية موجودة. مسكوها من حتى موضوع الصفر وموضوع النجمة الثلاثية، وأيضا البحوث الفلكية من أسترولوجي وأسترونومي. كل هذه الأبعاد اليوم يجب أن نتعمق بها من خلال هذا القسم المبدع. فاليوم الجامعة ليست جامعة، الجامعة ليست كنيسة، الجامعة ليست مزار وليست دير. الجامعة تجمع العلوم، تجمع الثقافات، تجمع التكامل. وبقدر ما نختلف عن بعضنا بقدر ذلك يمكن أن نتكامل بمحبة وجدية. فالعلم يجمعنا والرب يجمعنا في قلبه ومحبته لولادة وطن جديد ونينوى وموصل جديدة. وشكرا. نعم، يحق لكل عراقي أن يفخر بتاريخه العريق. هذه الأرض التي كل شبر فيها هو حضارة ومجد. إن لهذا القسم بعدا تاريخيا وحضاريا وإنسانيا يعيد للأجيال إرثهم الحضاري وهويتهم الثقافية الأصيلة، ويذكرهم بأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي ذاكرة الأمة وصوت التاريخ وجسر يربط الماضي بالحاضر والمستقبل. شكرا لكلمة المطران نجيب ميخائيل راعي أبرشية الموصل وعقرة الكلدان على هذه الكلمات الطيبة الراقية الجميلة. أما الآن أيها الحضور الكريم نفتتح وإياكم جلسة حوارية عن اللغة السريانية، جسر الحضارة والهوية بين الماضي والمستقبل. فليتفضل المشاركون في هذه الجلسة القيمة. بداية نبدأ كتعريف لقسم اللغة السريانية الذي جاء استجابة لتحديات كثيرة واجهتها مدارس وبلدات سهل نينوى، كيف لا، وبدراسة جدوى اقتصادية علمية بحتة لكل مدرسة متواجدة هنا، بدءا من رياض الأطفال وصولا إلى الإعداديات والثانويات وحتى معهد مار أفرام السرياني لمحو الأمية. بالأرقام وبكتابات كلها موثقة وثقتها جامعة الموصل وإداراتها الموقرة، لنعلم كم من الجهد الذي بذلته رئاسة الجامعة لنصل إلى هذا اليوم ونحن نقف هنا، فشكرا للجميع. كما نعلم بأن اللغة السريانية هي أقدم اللغات السامية التي ظهرت في مشرقنا العربي والشرق الأوسط عامة. هذه اللغة التي بدأت بالألفابيت والأبجدية التي انتصرت على اللغة الأكدية، لأن اللغة الأكدية بصعوبتها واللغة السريانية بسهولتها والتي كانت انبثقت عن الآرامية نجدها اليوم تتربع على القمة لتصبح اللغة الرسمية لمسيحي نينوى ومسيحي الشرق الأوسط وأيضا مسيحي المهجر. بداية القسم نبدأها أمامنا خارطة جامعة الموصل. كل شيء بدأ من جامعة الموصل بأسلوب أكاديمي لتكون جامعة الموصل صرح علمي. بدأناها الآن، لدينا البداية مع موقع البيئة الجامعية لقسم اللغة السريانية الذي اختير مع بناية قسم الجغرافيا، وهذه خارطة جوية. كما أن قسم اللغة السريانية أول قسم في كلية التربية للعلوم الإنسانية يبدأ بعمل خارطة جوية لهذه الأقسام.
لماذا القسم؟ استحداث القسم هنا نجده بحسب الأوامر الوزارية التي أمامنا والأوامر الجامعية، فضلاً عن الأمر الإداري الموجود. خصوصية مدينة الموصل وبلدات سهل نينوى كما ذكرنا منذ البداية بعدم وجود مدرسين خريجي أو عدم وجود جامعة وكلية تمنح شهادة اللغة السريانية وآدابها. لذلك هذه الخصوصية بحثناها بدراسة جدوى اقتصادية من الممكن أن تدمج خريجي هذا القسم بسوق العمل لرفض هذه المدارس بالمعلمين والمدرسين، فضلا عن المجالات الأخرى كالصحافة والإعلام والترجمة والمجالات الآثارية. نظام القسم هو نظام يعتمد النظام السنوي، وصدر كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون القبول فيها قبولا مباشرا مناصفة 50% وقبولا مركزيا 50%. يتم توصيف شهادة البكالوريوس في اللغة السريانية وآدابها كما ذكرنا أنه لا يوجد إلى حد الآن مدرس أو معلم لديه شهادة اللغة السريانية وآدابها حتى بجامعة صلاح الدين سوى جامعة بغداد من كلية اللغات. المناهج التي سيتم تدريسها بالاعتماد على مناهج كلية اللغات قسم اللغة السريانية في بغداد. أمامنا القراءة والقواعد، الإملاء، المحادثة، تاريخ اللغة السريانية، علم الصوت، النقوش والمخطوطات، اللغات العربية والمندائية والعبرية، فضلا عن الأدب والنصوص، المحادثة والترجمة والمقالات والمراسلات. هذه المناهج فضلا إلى مناهج العلوم التربوية والنفسية التي هي تعتبر ساندة لهذا القسم والتي هي مهمة لتخريج المعلمين والكوادر التربوية الأخرى. هذه هي دراسة الجدوى الاقتصادية التي بحثناها. أثناء الدراسة التي قدمت للوزارة، طبعا الدراسة استغرقت منا أكثر من سنة، وجود أكثر من 100 مدرسة في مدينة الموصل و6 مدارس في مدينة كركوك، زائدا عدد مدارس ممثليات نينوى في محافظات أربيل ودهوك بإقليم كردستان العراق. هذا التخصص لا يوجد فقط إلا في جامعات بغداد وأربيل كما ذكرنا. مشكلة للطلبة من ضمن الطلبة الذين قدموا هذه السنة على بحسب نظام القبول المباشر، ويعلم بها السيد رئيس الجامعة بأن مشكلة الغلاء وارتفاع يعني الأسعار، بعد المسافة بين بغداد والموصل، بعد المسافة بين بلدات سهل نينوى وأربيل، لذلك يعانون من هذا التحدي. فيما يخص طلبة الخريجين لا يستطيعون أن يقدموا على للحصول على شهادة الماجستير من جامعة بغداد، لأن لأول مرة جامعة بغداد ترفق تعليمات بأن التقديم يكون حصرا لخريجي جامعة بغداد. عدا جامعة صلاح الدين أنه بعد المسافة وأيضا الكليات التربوية المفتوحة أمام الطالب تحدي كبير، كان هو دراسة سنة دراسية كاملة لتكملة نظام المقاصة المطلوب منهم. هذه المدارس أيضا أمامنا جميع المدارس. المدارس أعدادها أسمائها التي قدمت في مشروع الدراسة، لأن مشروع الدراسة لم يأتي من فراغ وإنما كان تحت بند علمي أكاديمي. في بلدات جميعها قرقوش، كرمليز، برطلة، باطناية، القوش، جنبور، تلسقف، عين سفني وغيرها. هذه المدارس بالتفصيل رفعت أسمائها إلى وزارة التعليم لغرض النظر في الأمر.